زرقاء اليمامة اتعرفت بجمالها ونظرها القوي، بس ايه قصتها؟ لو عاوز تعرف تابع الفيديو. زرقاء اليمامة اسمها عنز، وهي امرأة من قبيلة جديس. اتعرفت بجمالها اللي شبهوه بالقمر في ليلة البدر. عاشت في اليمامة في منطقة فسيحة، كانت مميزة بنظرها القوي وقدرتها انها تشوف من على بعد زي النظارات المعظمة كده. المهم، وعشان كده اتسمت بزرقاء اليمامة. كان في قبيلتين كبار وأقوياء في أرض اليمامة، كان في ما بينهم حروب مستمرة، فكانت زرقاء اليمامة بتساعد قبيلتها بإنها تقف على جبل عالي وتعرف قبيلتها بقدوم جيش العدو، فكانوا بيستعدوا بالأفخاخ، وكل مرة كانت قبيلتها بتنتصر بسببها. كانت بتقدر تشوف من على بعد يوم أو يومين. تخيل بقى القوة. كان في راجل اسمه رياح بن مرة، وكان وزير لملك اسمه حسان، وفي يوم قال لي رياح لملكه حسان إن في أخت متجوزة في مدينة جديس اسمها زرقاء، تقدر تشوف الشخص من مسيرة يوم وليلة كاملة، وأنا خايف إن هي تشوفنا وتحذر قومها فيستعدوا لينا. فأمر رجاله إنهم يقطعوا الشجر ويستخبوا وراه، وأمرهم إنهم يعملوا كده بالليل. فرياح قال له إن نظرها أقوى بالليل، لكن الجيش مشي بالليل واستخبى ورا الأشجار المقطوعة. ولما قربوا من اليمامة فشافتهم زرقاء اليمامة، فقالت لقومها: يا آل جديس، لقد صارت إليكم الأشجار وأتتكم أوائل خير حمير. وقصدها إن الأعداء جايين ومستخبيين ورا الأشجار المقطوعة، لكن قومها كذبوها واتريقوا عليها لحد ما جه جيش الأعداء وفاجئهم وغلبهم ودخل المدينة ومسكوها وقالوا لها: شفتي إيه؟ فقالت: الشجر وراه بشر. فأمر الملك إنهم يقلعوا عينيها ويصلبوها على باب المدينة، وبعد كده غيروا اسم المدينة من جديس لزرقاء اليمامة، وده اللي اتذكر في الكتب والمراجع القديمة، وبقت من أشهر الشخصيات العربية. ودي كانت قصة النهاردة. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واعذروني إن أنا ما كنتش بنزل فيديوهات الفترة اللي فاتت، كان صوتي تعبان. الحمد لله في تحسن، وإن شاء الله مستمر في تنزيل الفيديوهات، بس مستني دعمكم لأن ده مهم بالنسبة لي. مستني تعليقاتكم واقتراحاتكم. سلام.